السلام عليكم. وصفتنا اليوم تحلية الفراولة اللذيذة والخفيفة بزاف، كريمية هائلة في الطعم، ومكوناتها جد بسيطة وسهلة وكتوجد بسرعة البرق. عندي هنا في الكسرول ديالي نصف لتر من الحليب اللي يكون بارد طبعا. غادي نضيف ليه 3 ملعقة كبيرة من السكر سنيدة او سكر حبيبات، وانتم والذوق ديالكم حسب الحلاوة اللي كتفضلوا. عندي هنا ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة، يكونوا عامرين أو ممتلئتين. عندي هنا كيسين من سكر الفانيليا أو سكر منسم بالفاني، أو بإمكانكم استخدام الفانيليا السائلة. عندي هنا حبة من البيض. غادي نخلط المكونات جيدا على البارد حتى ينسجموا عندي كاع هاد العناصر مع بعضهم. عاد غادي نوضعهم على النار اللي تكون متوسطة مع التحريك المستمر، ما نغفلوش عليهم باش نحصلوا على كريمة اللي رطبة وتكون ناعمة. صافي غادي نوضع الخليط ديالي على النار. عندي هنا كميه من البسكويت اللي ضفت ليها تقريبا 1 ملعقتين ديال الزبده المذابه. ما نضيفوش الزبده كثيره كيف ما كتلاحظوا معايا. باقي البسكويت عندي هنا ناشف، كيجي هكا لذ وكيجي مزيان في التحليه ديالنا. صافي وضعتهم في الكؤوس كيف ما كتلاحظوا، او وضعت البسكويت ديالي في الكؤوس وغنحاول نضغط عليه غير شويه هكا كيف ما كتلاحظوا، غير بملعقه. هنا غادي نجيب قطع ديال الفراولة كيف ما موضح في الفيديو. غادي نستفهم هكا في الجناب ديال الكؤوس كيف ما كتلاحظوا معايا، كيعطيونا منظر اللي زوين بزاف. وايضا كناكلوا هكا التحليه ديالنا مع قطع ديال الفراوله، كتعطينا واحد يعني ديك الكريمه مع الفراوله، واحد الطعم اللي غزال بزاف، خصوصا اللي كنتو من محبي الفراوله بحالي. صافي غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل كاع الكؤوس ديالي. هنا الكريمه ديالي من بعد ما وجدات غادي نضيف ليها 1 ملعقه ديال الزبده، وغادي نحرك مزيان حتى تنسجم عندي الزبده مع الكريمه. لاحظوا الكريمه كيفاش كتجي رطبه وكتجي ناعمه. صافي الان غادي نجيب ملعقه وغادي نفرغ الكريمه يعني فاش كتكون سخونه باش يسهل علينا اننا نوزعوها مزيان. صافي نستمر على هذا النحو كيف ما كتلاحظوا حتى نسالي كاع الكميه اللي عندي. صافي هنا من بعد ما كنسالي نعمر الكؤوس ديالي كيف ما كتلاحظوا، غادي نجيب الكميه المتبقيه ديال البسكويت وغادي نوضعها هكا على الوجه ديال التحليه. كيزيد يعطينا ديك القرمشه من الفوق ومن التحت، ومع البسكويت مع الزبده كيعطينا واحد النكهه اللي غزاله بزاف. صافي نستمر على هذا الشكل ونخلي الكويسات ديالي يبردوا مزيان في الثلاجه حتى الوقيته اللي نبغيو نقدموهم. وغادي نزينوهم او غادي نضيف لهم واحد اللمسه اخيره. غادي نجيب قطع ديال الفراوله كيف ما كتلاحظوا، حبات ديال الفراوله عفوا، وغادي نوضعهم هكا على هذا الشكل ونقدموهم بالصحه والراحه. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق وتستمتعوا بهم مع العائله والاحباب، وتقبل الله منا ومنكم. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس، لايك اذا عجبكم الفيديو، وتبارطاجيو مع العائله والاحباب. والى اللقاء في فيديو جديد قريبا ان شاء الله.